هل عمرك حسيت ان انت مخنوق رغم ان مفيش مشكلة كبيرة في حياتك؟ الغريب ان السبب غالبا بيكون مش مشكلة كبيرة. السبب هو عشرات الحاجات الصغيرة اللي كل يوم بتقول هعملها بعدين. مشكلتنا اننا فاكرين ان الضغط النفسي بيجي من الحاجات الكبيرة، ولكن الحقيقة الضغط بيتراكم من الحاجات الصغيرة. عندك لمبة محروقة عايزة تتغير، عندك كتاب قريته ولسه ما كملتوش، كورس فتحته وشفت منه فيديوهين وأجلته، تحليل قلت لنفسك هعمله، صورة بطاقة قلت هصورها، وهكذا. كل واحدة من دول مش هتاخد أكتر من دقيقة، ولكن أنت بتأجلها بالشهور. طب إيه ده علاقته بإن أنت تبقى مخنوق؟ مخك بيتعامل مع الحاجات دي إن هي ملفات مفتوحة، زي ما يكون عندك الموبايل وفاتح 50 أبليكيشن، فبيبدأ يهنج ويحس إن هو مخنوق وتقيل، وكل مهمة من دول فاتحة وواخدة مساحة من مخك، علشان كده مخك بيرفض إن هو يعمل حاجة جديدة تحس إن أنت مخنوق ومتضايق. فصدقني أنت مش مرهق عشان عندك شغل كتير، أنت مرهق علشان عندك مهمات كتيرة قوي مفتوحة بس ما قفلتهاش. أنا كان عندي لمبة محروقة، وكل يوم أقول هغيرها، كل يوم أقول هغيرها، وكل ما أشوفها وألاقي الإضاءة وحشة ألاقي نفسي متضايق وأقول هغيرها. وفي مرة قررت إن أنا أغيرها والموضوع ما خدش مني أكتر من 10 دقايق، وحسيت براحة كبيرة قوي بعد ما عملتها، مع إن الموضوع حرفيا شغلني أكتر من شهر. لأن كل مهمة أنت ما أنجزتهاش وحطيتها عبء على نفسك بتفضل فاتحة ملف في مخك، فبيحسسك إن أنت متضايق من نفسك، ولازم هتكون واخدة حيز من مخك حتى لو أنت مش مديها كل انتباهك، هي سارقة انتباهك. وعلشان المخ بيفتكر الحاجات اللي مش مكتملة أو الحاجات المهمات، وعشان المخ بيفتكر المهمات اللي مش مكتملة أكتر من اللي أنت كملته، فصدقني هيفضل الموضوع يؤرقك ويفضل يعكر صفك وتفضل متضايق. بدل ما تعمل لستة فيها 100 حاجة عايز تخلصها، ابدأ بالحاجات اللي أنت فاتحها وتبدأ تخلصها واحدة واحدة. كل ما هتخلص منهم حاجة تحس براحة رهيبة، تحس إن أنت أنجزت إنجاز كبير جدا. ومن هنا ورايح كل يوم تشوف المهمات اللي أنت مأجلها بقالك كتير واللي مش هتاخد وقت كتير وتكون مهمات سهلة وتبدأ تنجزها. مخك هيحس براحة كبيرة، وهتحس إن أنت أنجزت كتير، وهتحس إن أنت مبسوط من نفسك. لأن أحيانا سعادتك مش بتبقى عايزة إنجاز كبير قد ما تبقى عايزة المهمات الصغيرة دي تقفلها للأبد.